الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع لقاء يتجدد معكم بكم في كل يوم من أيام رمضان المبارك، واليوم هو اليوم 25 من شهر رمضان لعام 1446، الموافق اليوم الثلاث، الموافق 25 من شهر آذار لعام 2025. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ الآن باستقبال أسئلتكم على البث المباشر، ونعطيها الأولوية في الإجابة كما عودناكم، وأيضا نجيب على بعض الأسئلة ونتكلم في بعض المواعظ أيضا لعلها يعني تصيب قلوب، وأيضا تخشع لها قلوب بإذن الله تعالى. فنتكلم ونجيب أيضا على أسئلة المجموعات الفيسبوك والماسنجر، وأيضا مجموعات الواتساب وغيرها من المواقع التي تأتينا في كل يوم. فمرحبا بكم وحياكم الله. هناك سؤال من أخ مشارك مجهول الهوية في مجموعة الأسئلة الثانية، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي العشاء والتراويح والشفع، بس الوتر أصليها قبل الفجر، هل صلاتي صحيحة مع العلم أني أصليها ركعة واحدة؟ نعم، هي ركعة واحدة الوتر، ولكن يعني يجوز أن تصليها الشفع والوتر متصلة 3 ركعات بتسليمة واحدة، ويجوز أن تصليها ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة الوتر، ويجوز أن تصليها أيضا يعني بخلاف المغرب تصليها دفعة واحدة تسليم واحدة كما يعني صلاة المغرب، ولكن يكون فيها تشهد واحد فقط أخير مع تسليمة. فلذلك تأخير يعني ركعة الوتر يعني هذا من السنة، تأخير ركعة الوتر من السنة، فلذلك لا بأس في تأخيرها. فإذا قمت يعني في بداية الليل وصليت التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها، البث في كتم الصوت يعني لا أعلم. هل الصوت الآن جيد؟ الآن صوت واضح؟ الآن الصوت واضح إخواننا الكرام؟ فنعم، تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل، فاجعلوا آخر صلاتكم وترا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا صحيح، وهذه هي السنة أصلا. وأيضا الإنسان إذا نام ويعني بعد أن صلى التراويح ونام ثم بعد ذلك استيقظ في آخر الليل يصلي تهجد، فهذا التهجد يكون أيضا ركعتين بعد يعني بعد استيقاظ من النوم، فهذا أيضا خاصة في العشر الأواخر. في العشر الأواخر يعني يكون فيه الأجر والثواب عظيم إذا نال ليلة القدر وصادفها بإذن الله تعالى. فلذلك نعم، ما فعلته هو الصحيح والصواب، وإن يعني أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أم حميد مريم عمر واضح، نعم صوت، جزاكم الله خيرا. حميد شاهد، حياكم الله. أيضا إن كان هناك الأسئلة على الصفحة الأولى أيضا نجيب عليها، وإلا يعني أجبنا على الأسئلة التي تأتينا من المواقع الأخرى. أيضا سؤال مشارك أو مشاركة مجهولة الهوية، أخت سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فلا تتجاهلوه، جزاكم الله خير. أختي الكريمة، لا نتجاهل أي سؤال، نحن لا نتجاهل أي سؤال في أي موقع يطرح فيه السؤال، سواء في الفيسبوك أو الماسنجر أو التليجرام أو الانستغرام أو حتى على اليوتيوب، أيضا حتى على أي مجموعات الواتساب، كله نجمعه ونجيب عليه في رمضان بث مباشر. أما في غير رمضان فنجيب على كل سؤال في موقعه، إما بالصوت وإما كتابة بحسب هذا. فلذلك لا نتجاهل أي سؤال، ربما أنت أول مرة تطرحين السؤال، فذلك أنا أجمعها والآن تستمعي إلى هذا البث يعني، وفيه الإجابة بإذن الله تعالى. فيقول تقول الأخت السائلة: جزاكم الله خيرا اللهم امين. الاثنين الماضي انتهت الدورة وصمت وصليت، واليوم عادت ونزلت، وانا كنت اعاني من اضطراب في الدورة، كانت تنزل مرتين في الشهر، يعني مرة بعد اسبوع من الدورة الاولى او اكثر. هناك من سيقول هذه استحاضة، لا، هذه ليست استحاضة، لانها تنزل 6 ايام ثم انتظمت وبعد عدة اشهر ثم عاد نفس المشكل
في هذا الشهر الفضيل. والله أنا في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ أجيبوني جعلكم الله من عتقائه من النار في هذه الأيام المباركة، اللهم آمين وإياك والمسلمين أجمعين. أختي الكريمة، بداية أقول إن الله لا يستحي من الحق. يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة حتى، وهذا من العلم الواجب والفرض على كل مسلم أن تتعلم، لأنها يعني لا بد أن تقع في هذا المسائل بعد البلوغ. فذلك إذا تعلمت وفهمت بإذن الله تعالى ارتاحت، وأيضا صححت عبادتها من صيام وصلاة وما شابه ذلك، خاصة للمرأة الحائض. فذلك الفرق بين الحيض والاستحاضة: دم الحيض معروف بلونه البني الغامق الذي يميل إلى السواد برائحة كريهة، هذا هو دم الحيض. إن كان دم الحيض يأتيك مرتين في الشهر فهو حيض. إذا طهرت، والطهر يتم بإحدى أمرين: إما بنزول القصة البيضاء، وإما بالجفاف وانقطاع الدم على الأقل 6 ساعات أو 12 ساعة. فإن طهرت وجف وانقطع الدم أنت الآن طاهرة، ولا عبرة بما ينزل بعد الطهر، لا عبرة بما ينزل بعد الطهر من قدرة أو صفرة أو نزف أو دم، حتى لو كان يعني دم يعني شبيه بدم الحيض، لا عبرة بما ينزل. فأنت طاهرة، فقط تتوضأ لكل صلاة وضوء وتعامل معاملة المستحاضة. وأما إن كانت تأتيك الحيضة في الشهر مرتين بنفس المواصفات التي قلتها لدم الحيض، ودم الاستحاضة دم أحمر فاتح، يعني قد يشوبه بعض الأشياء، والكدرة والصفرة هذه لا تعد من الحيض. فنساء الصحابة كنا يقولن مع أمهات المؤمنين: وكنا لا نعد الكدرة والصفرة والدم الذي ينزل بعد الطهر بشيء، يعني ليس بشيء. فذلك أنت الآن طاهرة. ولكن إذا كنت تحيضين في الشهر مرتين، يعني يوم الاثنين الماضي واليوم الثلاثي، يعني الآن يعني طهرت والآن أتتها الحيضة مرة أخرى، فيجب عليك التمييز بين الدم، يعني أين هذا دم حيض أو دم استحاضة. وبينا دم الاستحاضة أحمر فاتح، ليس كدم الحيض، وليس له رائحة كدم الحيض من ناحية الكراهة. فذلك على هذا يكون الحكم، فيجب عليك التمييز، وأيضا يعني التدقيق في هذا الأمر حتى تكون يعني لا تترك لا صلوات ولا صيام. فلذلك أيضا اعلم أختي الكريمة، علمنا وإياك الله عز وجل، أن الحيض الحد الأعلى للحيض هو 15 يوما، والحد الأعلى للنفاس هو 40 يوما. ولكن قد تطهر المرأة قبل 40 من النفاس فتغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة ولا الصيام. وأيضا الحد الأعلى للحيض هو 15 يوما، فإذا بقي الدم ينزل دم الحيض متصل ولم ينقطع ولم يجف ولم تنزل القصة البيضاء، فبقي ينزل اليوم 15، في اليوم 15 تغتسل وتصلي حتى لو كان دم الحيض نفسه الذي ينزل، فأنت طاهرة بعد 15 يوما، هذا الحد الأعلى للحيض. فذلك على هذا يكون الحكم أختي الكريمة. الآن الحكم بيناه لك، بأن الحكم لديك الآن، أنت التي تستطيعين أن تحكمي على هذا الدم ما هو دم حيض أم دم استحاضة. وإن كان دم حيض فتتوقفي عن الصلاة والصيام، وإن كان دم استحاضة لا تتوقفي، وإنما تتوضأ لكل صلاة ووضوء ولا تترك الصيام أيضا. فعلى هذا يكون الحكم الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا داليا لا تشاهد، حياكم الله. أم حميد، نعم حياكم الله. أيضا سائل مجموعات الفيسبوك الأولى، أو سائلة، أخت سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم هي المدة، أو سائل عفوا، سائل: كم هي المدة التي يجب فيها على من أكل بصل أو ثوم ألا يقرب المسجد، وكيف يتعامل معهم في هذا الشهر، علما أننا نأكلهم في الخبز عند الفطور؟ هناك فرق أخي الكريم بين البصل والثوم والكراث، وبين أكلهما يعني مطبوخين مطهيين، وبين أكلهما يعني كما هما يعني بدون طهي. فالطهي يميت الرائحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أكلته، فإن أردت أن تذهب إلى المسجد، وخاصة في هذه الأيام الفضيلة من العشر الأواخر، اترك البصل والثوم ولا تقربه، حتى يعني لأن البصل والثوم تبقى رائحته ربما لمدة. وهناك ربما بعض المواد التي يعني تطهر الفم من البصل والثوم والكراث، كلها روائح كريهة ولكنها ليست محرمة. فلذلك يعني النهي جاء لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن كانت مطهية لا شيء عليك، لا رائحة لها. وإن كانت يعني خضراء يعني غضة كما هي فهذه لها رائحة. فذلك أحيانا قد يأكل يعني الإنسان قرنفل أو هال، حب هال، فهذا يضيع الرائحة. أو تفرش أسنانك بمعجون أسنان، هذا يخفف الرائحة. فأنت الآن يعني لا يوجد وقت لذهاب رائحة الذهب البصل والثوم والكراث هذه، يعني بقول لك ساعة معينة، لأنه هذا يعني يشم بالرائحة. فالآن أهل بيتك يستطيعون أن يشموا رائحتك إن كنت يعني تريد أن تذهب المسجد فيشموا رائحتك. إن كانت هناك رائحة كريهة للبصل والثوم فلا تذهب إلى المسجد وصلي في بيتك. ولكن تجنب أكلهما في هذه الأيام الفضيلة، لأن الملائكة تتأذى من ما يتأذى منه ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحيح أن الملك يضع فمه على فم المصلي يتلقف منه القرآن ثم يسطره له إلى يوم القيامة. فلذلك إذا كانت رائحة الفم فيها بصل أو ثوم أو كراث أو دخان، أيضا الدخان أيضا كريه، يعني هذا يعني يصلون بعض الناس المدخنين بجانبنا في المسجد، والله رائحته أنه يعني نتنة وكريهة، أنا لا أعلم كيف يدخن، وأيضا كيف أهله يتحملون ويطيقون رائحته. فلذلك عليه أن يزيل هذه الروائح إن لم يستطع أن ترك الدخان. والدخان طبعا أصلا يعني هو محرم، بينما الثوم والبصل والكراث ليست محرمة، ولكن هذا محرم وخبيث. فالله عز وجل قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فعندما نقول ففي أي شيء تصنف الدخان أهو من الطيبات أم من الخبائث، فالكل يجيب أنه من الخبائث، وأيضا فيه إسراف وتبذير في المحرم. فذلك فيه ضرر على الملك، وفيه ضرر على الشخص الذي يدخن، وفيه ضرر على الذين يدخن يعني يحيطون بالمدخن. وأيضا فيه نفقة وإسراف في الباطل. وثمن الدخان اليوم غالي، قد يفتح والله يعني يعيل أسرة كاملة ثمن الدخان لوحده. فذلك هذا أخبث. وأيضا أضيف إلى الروائح الكريهة أيضا ريحة الجوربين. يعني رائحة الجوربين خاصة في الصيف، يعني لمن يذهب إلى المسجد يجب عليه يتفقد رائحة القدمين والجوربين، لأنهما والله قد يعني ينزعج منهما المصلين، وأيضا ينزعج منهما الملائكة، تنزعج منهم الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتأذى الملائكة مما يتأذى منه الناس أو البشر. فذلك لماذا نضر الملائكة، لماذا نضر الذين يصلون بجانبنا؟ فلذلك ترك يعني تفقد هذه الأمور. وأيضا راحة العرق في الصيف، يعني إنسان لا يذهب إلا يكون قد تطيب لهذا المسجد، وأيضا طيب ثيابه واستعمل الطيب وغير ثيابه إن كان بها عرق، وأيضا لجوربين، وأيضا الروائح هذه يزيلها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، أو يصلي في بيته حتى لا يؤذي أحد. هذا والله أعلم. طبعا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة أي الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. والحديث في صحيح مسلم. وأيضا في حديث آخر في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. فذلك حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي أيضا يعني الملائكة التي تتلقى في القرآن من فم المصلي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد فآكليهما فأميتهما طبخا. فالطبخ والطهي يميت رائحة الثوم والبصل، فإذا كانت مطبوخة أو مطهية فلا رائحة لها بإذن الله تعالى. أما أقول لك مثلا يوجد 5 ساعات حتى تذهب رائحة البصل والثوم، أو 6 ساعات أو 10 ساعات، هذا يشم ولا يحدد بالوقت. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. محمد أهاجم أيضا يشاهد، حياكم الله. أنت صارخ تشاهد، حياكم الله جميعا. أيضا هذه المجموعات الأسئلة الفيسبوك، أيضا نجيب على بعض الأسئلة حتى تأتينا أسئلة أخرى على البث المباشر. رشيد إيت الحاج يشاهد، حياكم الله جميعا. محمد هاجم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى تأتينا أسئلة. والرجاء كما نوهنا بالأمس أو أول أمس أيضا أن يعني لا تطرحوا الأسئلة جميعا في صفحة واحدة،
لأنها تتراكم ولا تظهر لي جميعها، فربما أهمل بعض الأسئلة، فلذلك تكون الطرح في الصفحات الأربع التي أجيب عليها أو أبث بها بث مباشر. صفحة الشيخ جميل لافي صفحة، وصفحة جميل لافي بدون شيخ، وصفحة جميل لافي بالإنجليزي، ومجلس عشائر الدوائم أيضا بلدتنا الحبيبة. فلذلك وزعوا الأسئلة حتى تكون يعني تظهر لي مرة واحدة وأجيب عليها إن شاء الله تعالى، ولا تختفي مع كثرة التعليقات والأسئلة في موقع واحد. تقول السائلة من مجموعة النساء: هل الحائض تسجد سجود التلاوة؟ نعم، إذا كانت تقرأ القرآن دون أن تمس القرآن، يعني من الجوال، من الموبايل، من كتب التفسير، أو من المصحف بقفازين، يجوز لها أن تقرأ الحائض تختم القرآن في هذه الأيام الفضيلة. ولكن إذا مرت بها سجد التلاوة نعم تسجد، لأن سجود التلاوة لا يحتاج إلى طهارة، لا يحتاج إلى طهارة، فتسجد كما تسجد في يعني في قراءتها وهي طاهرة أيضا، والله أعلم. أيضا أخت سائلة أيضا من اليمن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الصلاة السرية إذا كنا في جماعة، هل على الإمام قراءة سورة بجانب الفاتحة أو عادي إذا قرأ الفاتحة فقط؟ الصحيح أن يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الفاتحة تجزئ والفاتحة ركن، أما القراءة ما بعد الفاتحة سنة. القراءة ما بعد الفاتحة سنة، فلذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القنوت، أي طول القراءة ما بعد الفاتحة. فذلك لماذا نترك هذا الفضل؟ وهذه الوصية من غالية من النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يعني لا ينبغي للإمام أن يترك القراءة ما بعد الفاتحة في جميع الركعات. فلذلك يعني في الحديث الصحيح أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: حذرنا أي قدرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فكانت قراءته في الركعة الأولى بقدر 30 آية، وفي الركعة الثانية أي بعد الفاتحة في الركعة الثانية بقدر 15 آية على النصف، وفي الركعة الثالثة على النصف من الثاني أي تقريبا 7 أو 8 آيات، وفي الركعة الرابعة على النصف أي تقريبا 4 آيات. فلذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءته في الصلوات جميعا، في النوافل وفي الفريضة، وهي أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القراءة ما بعد الفاتحة. فلا نترك هذا الفضل حتى لو كان إمام أو مأموم. فلذلك نقول الصلاة صحيحة، لأن يعني الفاتحة ركن وما بعد الفاتحة سنة، ولكن كلما قرأت وكلما أطلت في القراءة كلما كان الفضل والثواب أعظم. فذلك الملائكة كما ذكرنا قبل قليل أنها تضع فمها على فم القارئ المصلي وتتلقف منه القرآن وتسطره له إلى يوم القيامة. فلذلك إن قرأت الفاتحة فقط واسأل الله أكبر كيف سيخشع، كيف سيتدبر، كيف يعني سيطيل في القراءة. فلذلك نقول نعم يسدد والقارب لا يطيل كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما كان يذهب ويصلي إماما في صلاة العشاء في قومه بعد أن يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل ويقرأ القراءة البقرة، سورة البقرة بعد الفاتحة في الركعة في صلاة العشاء في الركعة واحدة. فاشتكاه يعني أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي يعني دور في السقي والبستان، وخشيت أن يفوت دوري في السقاية وفي الماء، فقطعت الصلاة ويعني صليت لوحدي وفارقت الإمام ثم ذهبت للسقي، فاتهموني أني منافق. فلذلك يعني هاي شكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم المعلم قال: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. فلذلك هذا لا يجوز الإطالة كثيرا ولا التقصير كثيرا، يعني بحيث أنه الإنسان يقرأ الفاتحة الله أكبر الله أكبر، يعني هذه صلاة فريضة يتلذذ بها، يخشع بها، يتقرب بها لله عز وجل، وهي دعاء أصلا. فذلك لا يترك القراءة ما بعد الفاتحة بنص الحديث التي ذكرتها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن من ناحية أنها تجزئ، نعم القراءة الفاتحة تجزئ في الصلاة بإذن الله تعالى. انتصار الحضور شيخنا الفاضل، بالنسبة للفدية لا تجوز إلا على المفطر شهر كامل. لا، ليس يعني المبرم الإنسان يعني مرض يعني مرض مزمن، وقد حاول أن يصوم بعض الأيام وقدر أن يصوم، ولكن آذى نفسه. الذي صاموا يعني يفطر، ولكن الذي يعني يكون مرض غير مزمن، مثلا مرض عادي أو حاضر المرة، هذه لا تفدي ولا يفدي، وإنما يقضي. فالقضاء الفدية تكون على الذين لا يقوون على الصيام ولا يقدرون على الصيام. نعم الشهر كامل يفدي عنه بإطعام 30 مسكين إن كان الشهر 30 يوم، وإن كان 29 يوم يفدي بإطعام 29 مسكين على قدر أيام رمضان. ولا يشترط أن توزع مرة واحدة أو في رمضان، وإنما أيضا يجوز بعد رمضان إخراجها فدية. وحتى الذي يموت يعني بعد رمضان ولم يفدي بطعام من مساكين يطعم عنه أهله ولا يقضون. فلذلك هي نعم الذي لا يقوى على الصيام لمرض مزمن
يعني بوصية الأطباء، أو كبار السن لا يستطيعون ولا يقوون على الصيام، فهذا يفضي بطعام مسكين ولا يقضي، والله تعالى أعلى وأعلم. أبو أحمد يشاهد، حياكم الله جميعا. أيضا هذا سؤال آخر من مجموعات النساء. تقول أخت السائلة من اليمن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل تكتب صدقة لروح أخي المرحوم؟ لا نقول مرحوم لأنه لا ندري أرحم الله جل أم لا، هذا بيد الله وبغيب في علم الغيب لله عز وجل. وأن نقول لما نقول نسأل الله أن نكون من المرحومين، أو نسأل الله أن يكون من المغفورين لهم. أما نجزم بالمرحوم والمغفور هذا لا يجوز ولا يصح، لأنه هذا من التألي على الله عز وجل. فأخي المرحوم، عندما أتصدق بملابس عيد لطفلة، إن كانت هذه الطفلة فقيرة وتصدقت بملابس أو ثياب أو طعام أو أي شيء، أي صدقة تنوين بها عن روح أخيك بإذن الله تعالى تصله وتعتبر من الصدقات بإذن الله تعالى. فأيضا إفراح الطفل اليتيم أو الفقير في العيد بأن نشتري له ثياب أيضا، وهذه من الكسوة أيضا ومن الصدقة أيضا، تعتبر لك الأجر وله بإذن الله تعالى، فنعم تصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فالدعاء أيضا من الأبناء وغير الأبناء يعني ينفع بإذن الله تعالى، الاستغفار والدعاء للأموات بإذن الله تعالى يصلهم وينتفعون به، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا يأتي يوم القيامة وجد يعني حسنات كثيرة قد وضعت في ميزان حسناته، فسأل أن لي هذه؟ فقيل له: باستغفار ولدك لك. وهذا من الحديث نفهم أن يعني الميت لا يدري بالحسنات التي تأتي، لأنه لو دري أو علم ما سأل عن هذا الاستغفار أو هذا الدعاء من ابنه، وسطر ووضع في صحيفته في يوم القيامة، يراه يوم القيامة في صحيفته حسنات وجبال من الحسنات باستغفار ودعاء وصدقة أبنائه أو حتى أقربائه عنه. فذلك لا يدري الميت من استغفر له أو دعا له، ولكن يسطر في صحيفته كما جاء في الحديث هذا. وأيضا كله لا يضيع عند الله عز وجل، فلذلك أيضا للمتصدق الأجر وللميت أجر بإذن الله تعالى. فالله عز وجل من كرمه أنه يمن علينا بأن يعني يعطينا الخير ويجزينا الخير عن أنفسنا وعن الذين تصدقنا عنهم، فهذا نعم مما يصله بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال الحضور، جزاك الله خيرا، اللهم آمين وإياك والمسلمين أجمعين. أيضا وليد لاف يشاهد، حياكم الله جميعا. أيضا نأخذ سؤال آخر ثم نأتي على موعظة أو سؤال طويل شوي، يعني يحتاج منا إلى وقفة يعني، حتى يعني لأنه أجلته الأمس، يعني أنا أجلته لأنه كان وقت باقي دقيقتين، فلذلك يحتاج إلى إجابة أطول وشرح أطول، فلذلك إن شاء الله نجيب عليه الآن بعد قليل إن لم يأتينا أسئلة على البث المباشر. تقول أخت سائلة: هل صحيح يا شيخ أن الذي يطلق زوجته ثم بعد الطلاق يمسك يدها أو يحضنها تعود إلى عصمته؟ نعم، فذلك يحرم على الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، طلقة أولى أو ثانية، يحرم عليها مغادرة بيت الزوج، ويحرم على الزوج أيضا إخراجها من بيته في فترة الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والثانية. أما الثالثة فتذهب إلى بيت أهلها فلا تحل له أن يرجعها. فذلك نعم، إذا وطبعا تبقى الزوجة على ذمة الزوج في فترة العدة اللي هي 3 قروء إن كانت تحيض، وإن لم تحض 3 أشهر إن كبرت في السن أو كانت صغيرة. وهنا نستدل أنه يجوز تزويج البنت التي لم تبلغ ولم تحيض، واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر، هذا في كتاب الله عز وجل. فلذلك نعم، إذا تتجمل وتتزين لزوجها وتبات في فراشه، فإن راجعها أو قال رجعتك أو جامعها فرجعت بهذه، ولكن يشهد على الطلقة بشاهدين وعلى الرجعة بشاهدين، يخبر 2 أنه طلق وأنه راجع بشاهدين أيضا حتى يعني هذا يوثق، فلذلك أو يكون هناك شهود. فلذلك لا يحتاج إلى عقد جديد، وإنما يشهد على الطلقة بشاهدين وعلى الرجعة بشاهدين فترجع بإذن الله تعالى. ولكن من باب التوثيق الأفضل، حتى لأن الإنسان قد بعد مدة ينسى أو تنسى أو ما شابه ذلك، حتى يعني توثق هذه الطلقة، هذا والله أعلم.
انتصار الخضور أيضا شيخنا، هل تجوز زكاة الرجل لزوجته الغارمة؟ المقصد الدفع عنها. لا، نفقة الزوجة على زوجها، وذمة الزوجة لها ذمة مالية، فلذلك إذا كانت غارمة ويعني ليست من غارمة من فيما سبق، نعم يجوز أن يعطي الزوجة لزوجها، لأن نفقتها نفقة زوجها ليست عليها، أما الزوجة فلا يجوز، الله أعلم. فذلك يعني إن كانت مدينة أو يعني عليها ديون شخصية خاصة بها وليست لها علاقة بالزوج، الله أعلم، أيضا يجوز، كما أنه يجوز أن تعطي زوجها من ماله للدين. وأيضا حتى أن يعني طبعا الزكاة لا تجوز للأصول ولا للفروع، يعني للآباء والجد ولا للأبناء والأحفاد. ولكن إذا وجد يعني يجوز للأب أن يعطي ابنه الفقير، ليس من باب الفقر وإنما كان غارم وعليه دين ولا يستطيع سداده، يجوز له أن يعطيه من زكاة المال وهو ابنه. فلذلك نعم، من هذا الباب يجوز أن يسد الرجل من زكاة ماله عن زوجته إن كانت غارمة. أما إن كانت فقيرة طبعا لا يجوز يعطيها زكاة المال، لأنه نفقتها عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. مريم عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم شيء أخذ منا بالحياة؟ أقصد كمثال أي شيء ملكي وواحد يأخذه مني عن طريق الحياة، أو ما من باب الموافقة وأنا لا أطيق هذا الشيء ولا هذه الطريقة. هذا يعني لا يجوز، يعني لأن الله لا يستحي من الحق، ولذلك لماذا أستحي منه؟ وأيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فلذلك إن لم تطب نفسي له فهذا أخذه سحت، ولا يجوز أن يأخذه أيضا بالحياة. فإن لم يكن من طيب نفس فلا يحل له أن يأخذ هذا، فلذلك لا أستحي منه، والله لا يستحي من الحق، فلذلك هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا لا يوجد أسئلة في الصفحة الأولى. نرجع إلى أسئلة. سؤال من أخت مصر في مصر، تقول الأخت السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. سؤال: إحدى الأخوات الوالد توفي وله 4 أولاد وبنت وزوجة. نعلم حق الأبناء بشرع الله نعلم حق الأبناء بشرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين. نريد فقط أن نعلم نصيب الأم، جزاكم الله خيرا. يعني نصيب الأم برضو معروف وسهل جدا، يعني إن كان الزوج هذا زوجة واحدة فلها الثمن، وإن كان له زوجتين أو 3 فهن شركاء في الثمن، يعني هن يرثن الثمن جميعا. إن كانت 1 أو 2 أو 3 يقسم الثمن على زوجتين أو 3، وإن كانت واحدة فلها الثمن، لقوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، لهن الثمن مما تركتم. فلذلك الثمن يكون للزوجة إن كانت وحدها، وإن كانت زوجتين أو أكثر فهن شركاء في الثمن، والباقي يوزع الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين كما أوردت الأخت، والله تعالى أعلى وأعلم. محمد الأشموني يشاهد، حياك الله. طبعا نشاهد هنا لا يوجد أسئلة. أيضا أوردت إحدى الأخوات في مجموعة النساء سؤال وفيديو، يعني هذا الشيخ لأول مرة أراه، ولكن من مظهره ومن كلامه هو شيخ سوري، ولكن من الصوفية، والصوفية لا يأتون بخير ولا يتكلمون بخير ولا يستندون إلى أسانيد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. فيقول هذا الشيخ، تقول الأخت السائلة: شيخ، ما صحة هذا الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به هذا الشيخ في المقطع، وهل تنصحنا أن نستمع إليه؟ طبعا الدعاء اللي ذكره ونسبه قال هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كذب عليه عامدا متعمدا، لأنه لا يسع الشيخ أو يعني من يدعي العلم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز أن يتكلم. ربما العوام يخطئون ويجهلون وينشرون أشياء يعني أيضا يعني لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يسع شيخ أو عالم أو من يدعي العلم أو من يجلس ويحاضر في الناس ويظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أن يجهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله علماء يشار لهم بالبنان، لا أريد أن أذكر أسماء، والله منهم من توفاه الله تعالى، ومنهم من هم أحياء،
ودكاترة ومنهم كذا، والله إني تتبعت لهم أحاديث كثيرة جدا قدسية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذب وموضوعة ومنكرة ولا تصح، ثم يقرؤون على الملأ والناس تظن فيهم الخير ويأخذون منهم يعني وهم مطمئنين أنهم علماء، والله المستعان. فذلك هذا يقول يعني الدعاء الذي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقضي، طبعا هو أنا سجلت كتابة وهو طبعا يتكلم به بالصوت، واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. طبعا هذا يعني ينسب إلى عبد الله بن عمر. والمحدث الألباني رحمه الله عليه قال في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا لا يصح ولا يثبت له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب علي ليس كالكذب على أحد، فمن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا والله تعمد الذي يخرج على الملأ ويوصيهم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه وعلموه أبنائكم. يعني وهو يعني من شكله انه يعني من لهجته صوفي شامي، فذاك لا أعرف اسمه ولم يمر عليه اسمه حتى أنبه عليه يعني، ولكن يهمنا أن هذا الحديث الذي رواه ويستند إليه أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولا يجوز نسبة أي حديث مهما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نتأكد حقيقة من العلماء ومن المواقع المثبوتة والموثوقة أن هذا الحديث صحيح أو مكذوب. فلذلك هناك مواقع يعني للتحقق من هذه الأحاديث يستطيع الإنسان أن يلجأ إليها ويبحث فيها ويتعمق، أو إن لم يعرف يعني يسأل أهل الذكر حتى لا ينشر أي شيء كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن البديل عن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن طارق بن أشيم الأشجعي وصححه الألباني رحمة الله عليه، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإنه لا تجمع لك دنياك وآخرتك. فهذا ما صح، وهذا ما يجب أن نعلمه للناس. فلذلك هذه الكلمات يعني تجمع لك دنياك وآخرتك، الخير في الدنيا والآخرة، كما قال الرجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فذلك اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإنه لا تجمع لك دنياك وآخرتك. فالمغفرة والرحمة في الآخرة والرزق في الدنيا يكون بإذن الله تعالى، فذلك تجمع لك دنياك وآخرتك. هذا كما هذا علمنا يا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلمات بسيطة يستطيع أي إنسان أن يحفظها. فذلك لماذا نلجأ إلى المكذوبات والموضوعات حتى نروج لها ونأتي بما لم يأتي به الأوائل كما قال بعض الشعراء، والله أعلم. أيضا سؤال أتاني اليوم من أخ لنا في الأردن وصديق يعني متابع لنا من مجموعات الفيسبوك والواتساب أيضا، وهو في العمرة، يقول طرح السؤال على الخاص وعلى مجموعة الرجال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تقبل الله طاعتكم، آمين. أنا في مكة معي ابن عمي معتمرين للمرة ثانية من ميقات قرن المنازل بالطائف، هل جائز؟ والسؤال: ابن عمي لبس المخيط ناسيا قبل الحلق، ماذا عليه؟ يعني الأصل في الإنسان يعني يريد أن يعتمر أو يذهب إلى الحج أو العمرة أن يعني يتعلم ويدرس مناسك الحج والعمرة جيدا حتى لا يقع في المحظور أو يكون عليه دم. وأيضا يعني إن كان جاهلا يسأل ويتعلم أو يفهم. أيضا أحمد القاضي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. فلذلك يعني إن كان جاهلا وطبعا يعني ناسيا أو جاهلا يعني هذا مما يعفى عنه. فلذلك لبس المخيط قبل أن يتحلل، يعني هو أدى العمرة أدى المناسك وأحرم من ميقات المواقيت الأربع التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تعالى عمرته صحيحة ولا يكرر العمرة من مسجد عائشة أو التنعيم اللي هو 8 كيلو بعيد عن الحرم. فلذلك نعم إن شاء الله تعالى عمرة ثانية متقبلة، وأسأل الله أن يعني يكتبها لكم حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا إنسان إن شاء الله تعالى يعني أداها في رمضان. فلذلك يعني ناسيا نزع الثياب قبل أن يقص من شعره أو يحلق حتى يتحلل. فلذلك التحلل يكون من العمرة بعد أداء الطواف والسعي، يقص من شعره
يعني قص يكون من جميع الأطراف، ولو قدر أنملة أو يحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ثلاثا، وقال والمقصرين قالها مرة واحدة. فذلك يعني نسي أو جهل الحكم، فهذا مما يعفى عنه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ولكن إن كان متعمدا فهذا أيضا إن تذكر وبعد هذا يعني يرجع يلبس ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر. وإن لم يفعل أيضا ناسيا أيضا ولبس الثياب وقصر أيضا إن شاء الله تعالى عمرته صحيحة ولا شيء عليه ولا دم بإذن الله تعالى ولا أي فدية، والله تعالى أعلى وأعلم. مريم عمر: يا شيخ، ما حكم نساء تقضي معظم وقتها في تحضير الطعام ولا تقدر على الاعتكاف كثير ولا حتى بالمساء، معظم وقتنا مشغولين؟ يعني هذا شهر العبادة وشهر الطاعات وشهر يعني المغفرة والرحمة والعتق من النيران، فذلك يعني نقتصر أعمال البيت على الضرورة ونترك مجال يعني بين العبادة وبين أعمال البيت. فذلك لا نجعل كل همنا الكرش والبطن وما يتبعه من جلي وتنظيف وما شابه ذلك. فذلك يعني نخصص وقت للعبادة، فسددوا وقاربوا، أي يجعل شيء للطهي وللطعام، لأن الإنسان لا يتقوى على العبادة والصيام والقيام إلا بالطعام. فذلك ولكن لا نجعل كل همنا الطعام والجلي والتنظيف البيت وتعزيل البيت، خاصة في الأيام هذه أغلب النساء تنشغل في توظيف البيت وتنسى فضل هذه الأيام الفضيلة التي لن تتكرر إلا مرة في السنة. فذلك يعني نخصص وقت لهذا ووقت لهذا، نسدد ونقارب، ولا نجعل كل وقتنا أو بطننا أو كرشنا هو همنا. فذلك نعم لا نشتغل فيه كل الوقت ونهمل عبادتنا وطاعتنا، لأنه والله كل عمل في رمضان له أجر أعظم وأثوب من الأيام الأخرى في غير رمضان. فذلك في الزمن الفاضل يتضاعف الأجر إلى أضعاف كثيرة. وكمان أيضا في المكان الفاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس، أسأل الله أن يرده للمسلمين وأن يعني أن لا يميتنا حتى نصلي فيه بإذن الله تعالى وهو محرر بإذنه تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. محمد هاجم: شيخنا الفاضل، شخص يسأل ويقول إنه أحس بالإرهاق وذهب للطبيب يوم أمس بعد التحاليل، وجد عنده مرض السكري وأمره الطبيب بالإفطار، نرى إن كان هناك مزيد. عنده مرض سكر وأمر الطبيب بالإفطار فأفطر، فهل عليه الفدية أم ماذا؟ لا، ليس عليه فدية الآن، لأنه الآن مرض السكر ربما في بداياته وليس مرض مزمن. يعني هناك يعني أصحاب مرض الضغط والسكري هناك من يصوم، هناك من يصوم، يعني أعلم ناس أنهم يصومون يستطيعون ويقوون على الصيام، ولكن إذا صام ووصل إلى درجة الإعياء ونزل عنده السكري مثلا أو ارتفع ضغطه أو نزل الضغط، هنا يعني من باب الإعياء يفطر ويقضي. ولكن إن كان مرضه دائم ولا يقوى على الصيام بسبب هذه الأمراض فذاك نقول يفدي ولا يقضي. أما الآن هو يعني الآن مرض عابر وربما بداية السكري ولا أفطر، نعم الآن أفطر برخصة المرض، فليس على المريض حرج، والمسافر أيضا يفطر ولكن يقضي أيضا، هذا يقضي ولا يفدي. الفدية تكون فقط في الغير قادر نهائيا على الصيام لكبر سن أو مرض مزمن، هذا يفدي ولا يقضي. أما الذي مرض عابر وربما يعني يشفى منه إن شاء الله تعالى وأسأل الله أن يشافيه، هذا نعم يقضي ولا يفدي، والله أعلم. لينا بستنجي يشاهد حياكم الله. عبد الرزاق بن خلف الخالدي يشاهد حياكم الله. أيضا إن كان هناك أسئلة على الصفحة الأولى وإلا رجعنا إلى الموعظة أو إلى تكملة الأسئلة. تقريبا انهينا أسئلة المجموعات الآن، اليوم أسئلة قليلة، فنأتي للسؤال الطويل اللي أجلناه بالأمس. طه نشوان يشاهد حياك الله أخي طه، بارك الله فيك. إن كان هناك أسئلة لم أقرأها أخواني الكرام على صفحات الجوالات أو الصفحات الأربعة، الرجاء إعادة نسخها حتى نجيب عليها. أحمد القاضي: توضأت ولبست شراب ثقيل ثم الحذاء، أحدثت، هل أكيد على الحذاء أم الشراب؟ قصدك تمسح على الشراب أو الحذاء؟ يعني الآن أنت حسب ما أعلم أخي أحمد أنت في مكة أو في المدينة، يعني هل يليق بالمسلم أن يصلي يدخل بالحذاء على المسجد أو حتى أي مسجد؟ فذلك المسح على الجوربين، طبعا الجورب يعني هناك خلاف بين العلم، والصحيح والراجح أنه يجوز المسح على الجورب إن كان محيط بالقدم
ويغطي القدم، وأيضا لا يظهر منه الجلد، يعني لا يظهر منه لون الجلد، هذا يجوز المسح عليه بإذن الله تعالى. فذلك المسح على الشراب أو الجوربين يعني أفضل من المسح على الخفين أو النعلين، لأنك تدخل إلى المسجد وتصلي وتدخل إلى الحرم وإلى مكة وكذا، فذلك يصعب عليك الدخول بالحذاء، فذاك الذي مسحت عليه يجب أن تصلي فيه. فالآن مسحت على الحذاء جائز، ولكن هل تدخل فيه تصلي فيه؟ لا تصلي فيه. إذا المسح على الجوربين يكون أفضل وأصح حتى تصلي في المساجد في بيوت الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. المتفائل عالميا يشاهد، حياك الله. محمد هاجم للتوضيح فقط، شيخنا هو الآن غير صائم، يقضي بعد رمضان فقط، إن شاء الله تعالى يقضي ولا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية. فلذلك إذا أخر القضاء حتى يدخل رمضان آخر، هنا نقول له عليه التوبة والقضاء والكفارة طعام مسكين بما يعادل نصف صاع من الطعام أو وجبة مشبع. أما الآن إن لم يدخل رمضان آخر وقضى بعد رمضان حتى لو في شعبان في آخر يعني السنة الهجرية جاز ذلك. فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تؤجل القضاء للعذر الشرعي من رمضان، تؤخره إلى شعبان إلى آخر السنة الهجرية لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفوده الذين كانوا يأتون إليه، فلذلك لها عذر أنها تؤخر بانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاجته، فذلك نعم جائز. أما إن دخل رمضان آخر فعليك التوبة وعليك القضاء والكفارة وهي إطعام مسكين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا ياسين هديب شاهد، حياكم الله. نعم أخي أحمد، فهمت أن المسح وليس أكيد أو أكيد. أيضا نتكلم أو نجيب على السؤال اللي في إطالة شوي، حتى لو أتانا أسئلة نجيب عليها بعدين ونرجع إلى تكملة هذا السؤال. سؤال يقول الأخ السائل: ما حكم الذين يؤذون الناس ولو كانوا ينفذون الأوامر أي للحكام أو لغيرهم؟ تقول عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي الناس، أنهم هذا عباد الله عز وجل لا يجوز التحكم فيهم ولا أذيتهم. مريم عمر، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وأدامك الله، اللهم آمين وإياك والمسلمين أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي لم يحدث في زمنه، يعني صنفين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في المعراج، وأريهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أيضا إنه صنفين من أهل النار لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في حياته في المدينة المنورة أو في مكة، فأخبر عنهم أنهم سيحدثان فيما بعد، أي هذا من علم الغيب الذي سيحصل حتما وجزما، ونصدق كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار علوم الغيب أو ما سيحصل. فلذلك الحديث في صحيح مسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني رأسها ترفع هكذا، تضع يعني ما أدري علبة لبن أو أشياء لترفع شعرها وهذا تغطيه، فكيف التي تخرج متبرجة وأيضا يعني كاشفة رأسها وهي مسلمة وتكون ربما تصلي وتصوم. فلذلك هؤلاء الصنفين لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك التي تخرج بهذا الشكل وترفع وتغطي رأسها أو ترفع شعرها بهذا الشكل فهذا منهي عنه. فهذا كأسنمة البخت اللي هي الجمال أو الإبل المائلة، سنام الإبل تكون دائما جهة مائلة مرتفعة في أعلى ارتفاع، تكون في الجسم الجمل فتكون كأسنام البخت المائلة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. يعني هذا أمر عظيم. فالشاهد الآن قوم معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهذه اللي يسمى صوت أو كرباج أو عصا أو ما شابه، هؤلاء الذين يضربون الناس ويسمون الشرطة أو غيرهم أو ما شابه ذلك، فهؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها، وأن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. وقيل في رواية أخرى 40 عاما تشم رائحة الجنة عن بعد 40 سنة قبل أن تدخلها يا عبد الله تشم رائحة الجنة. وذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رب في علم الغيب، وهو حديث صحيح في مسلم أيضا: إن طالت بك مدة، لأبي هريرة يخبر: أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. يعني شوف الآن الذين يظلمون الناس ولو كانوا ينفذون أمر، يقول لك أنا عبد المأمور. ما في عبد المأمور، أنت عبد لله وليس عبد المأمور. فإن كان ظلما لا يجوز. أما والله الحدود فقد بينها الشرع
الحنيف أن الذي يشرب الخمر يجلد، والزانية الغير محصنة تجلد أو يجلد، والزاني المحصن يرجم. هذه حدود. والسارق يقطع يده، هذا تطبيق حدود. نعم، هذا لا شيء عليه يطبق الحد في الإسلام، وهذه أحكام الله عز وجل. فلذلك إن طالت بك المدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، الله المستعان، في غضب ولعنة، واللعنة الطرد من رحمة الله، في أيديهم مثل أذناب البقر، أي يضربون الناس بها، أي أصوات أو عصا أو ما شابه ذلك يضربون الناس بها، حتى لو كانوا شرطاء أو غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أيضا يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله إن الله عز وجل قد يقتص من الإنسان، حتى من الشاة القرناء يقتص لها من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء التي لها قرون نطحتها وليست لها الأخرى قرون، فنطحتها سيقتص الله عز وجل لهذه الشاة التي ليست لها قرون من التي نطحتها ولها قرون. إذا كان هذا من باب الدواب، ثم يقول لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر حين أنه لو كان حيوان في الدنيا حتى يقال له كن ترابا ولا يحاسب ولا يعذب. فلذلك الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فذلك والله الميزان الله عز وجل عند يوم القيامة من مقادير الذر والقطمير والنقير، ويعني هذه أمور دقيقة جدا يعني لا تفوت. والميزان ميزان حقيقي ضخم كبير ذو كفتين توزن فيه أعمال العبد من حسنات وسيئات. فلذلك ماذا سيقول؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فلذلك لا يجوز أن نظلم. فذلك الذي ظلم إنسان مظلمة سواء معنوية أو مادية أو غيبة أو يتحلل منها قبل وفاته، إن كان مادية يتحلل منها أو يوصي ورثته أن يتحللوا منها، أو إن كانت معنوية أيضا يتحلل منه بالمسامحة حتى يسامحه حتى لا يحاسب عليه أمام الله عز وجل. فلذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما. نعم، هذا فهمناه. أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر له. يعني أنت تمنعه من أن يظلم فهذا نصر له، وهذا أن تكف أذى الإنسان عن غيره. فلذلك يعني كف الأذية عن الناس صدقة للإنسان كما صح في الحديث. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم عن أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحديث في صحيح مسلم رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فلذلك لا يجوز الظلم حتى للحيوان، لا يجوز الظلم حتى للحيوان. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني حيوان أو دابة وسمت في وجهها فلعن من وسمها، فذلك لا يجوز. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بقطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار جهنم بسببها. فذلك يعني الظلم ظلمات حتى على الحيوان، فكيف على الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وأحسن خلقه في أحسن صورة؟ فلذلك لا يجوز هذا الظلم. فذلك وأيضا امرأة أو رجل دخل الجنة بإسقائه لكلب كان يلهث ويأكل التراب من شدة العطش، فقال: لقد بلغ ما بلغ مني من عطش، فخلع نعليه أو خفيه ونزل إلى البئر ثم سقاه، فشكر الله جل له فدخل بذلك الجنة. فلذلك أيضا رجل دخل الجنة بغصن شجر أو شوك يعني أزاحه عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، فشكر الله جل له وأدخله الجنة بهذا الصنيع وهذا الفعل. فكيف بالذي يؤذي الناس ويضع القاذورات في طريقهم، وأيضا يعني يسيء إلى الجيران ويسيء إلى خلق الله جل. فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فماذا سيجيب رب العزة والجلال؟ فلذلك الشح هو يعني نسبة زيادة البخل، شدة الشح يعني ازدياد البخل، فجعل الأمم السابقة تهلك بسبب البخل وشدة البخل، ومنهم بني إسرائيل وغيرهم من سبب يعني وقتلوا أنفسهم وسفكوا دماءهم بسبب الشح والبخل. فلذلك الشح أيضا مذموم، وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك لا يجوز الظلم ولا فلذلك الله عز وجل يرفع المظلمة يوم القيامة، يرفعها فوق الغمام، ويقول دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قد ينصر الرجل في الدنيا وينتصر له في الدنيا، وقد يؤخرها له في الآخرة فينتقم ممن آذاه وممن ظلمه. فهذا أعظم يعني من أن يعني يتحلل منها الإنسان قبل وفاته. فذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي يجزم النبي صلى الله عليه وسلم أنهن مستجابات: دعوة المظلوم أولاها، ودعوة المسافر، فلذلك الذي يسافر يكثر من دعائه لأخوانه المسلمين، وخاصة الذين في الكرب في غزة وغيرها، وفي السودان وفي اليمن وفي غيرها من ديار المسلمين التي فيها حروب وفيها قتال وفيها قتل وتشريد للمسلمين. ودعوة الوالد على ولده، فليتق الله الأبناء من دعوة أبيهم من عقوق. فلذلك هؤلاء الدعوات يعني جزم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيهن أنهن مستجابات: دعوة المظلوم أولاها، فاحذر أن تظلم أو أن يشتكيك أحد إلى الله عز وجل. وأيضا دعوة المسافر الذي يكون في سفره، هذا دعوة مستجابة بإذن الله تعالى، فيستغل في دعائه للمسلمين ولنفسه ولأهله ولكل من له حق عليه. وأيضا دعوة الوالد على ولده، فإياكم ودعوة الوالد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيع ذلك الباب أو احفظه، فعليك بحفظ هذا الباب لأنه مفتاحك إلى الجنة يا عبد الله. وكذلك الأم أيضا مفتاح الآخر، فاحرص كل الحرص ألا تضيع إحدى المفتاحين، فلن تدخل الجنة إن أضعتهما يا مسكين. فلذلك هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني حتى يفطر، ليس وقت الإفطار فقط إن الدعوة مستجابة كما يظن الناس، ولكن الصائم حتى يفطر، يعني طول ما أنت صائم من أذان الفجر حتى الغروب دعوتك مستجابة. فأكثر الآن الدعاء لنفسك ولأهلك بالتوفيق والهداية وحسن الختام، وأيضا بالثبات على الدين، فأعظم فتنة الدين. وأيضا لا ننسى إخواننا المحتاجين للدعاء من الفقراء والمحتاجين، وأيضا ممن أوذوا في سبيل الله عز وجل، ومنهم من حوصروا وجوعوا وأيضا وقتلوا وشردوا ونزحوا. لا تنسوهم من دعائكم في هذه الأيام ونحن صائمين، فالدعاء مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. وأسأل الله أن يكون هناك إمام عادل. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول رب العزة ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يقول الإمام أحمد، يعني عندما سئل يعني سألوا أحد يعني سجانين أو الذين يعني يحرسون السجن أو يغلقون الأبواب السجن على المساجين، وهذه طبعا يعني من باب فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال: سألوا: هل تراني أنا مجرد حارس يفتح باب السجن ويغلقه، فهل أنا ممن يعين الظالم على ظلمه؟ فقال الإمام أحمد: لا، الذي يعين الظالم هو الذي يقص له الشعر ويخصف له النعل ويخيط له الثوب، أما أنت فالظالم نفسه، أنت نفس الظالم، يعني أنت الجلاد والظالم والسجان. فلذلك الذي يعين هو الذي يعني يقص الشعر للظالم أو يخصف نعله أو يخيط ثيابه، أما أنت فالظالم نفسه، لأنك تعين وأنت اليد التي تبطش بيد السلطان. فلذلك الظلم ظلمات، فإياكم والظلم، وتحللوا من الظلم، خاصة لمن كان له عليه مظلمة من مادة من مال من معنويات كذا، كله يتحلل منها قبل وفاته حتى ليلقى الله عز وجل وهو عنه راض. فذلك يعني هذه مما لا يتركه الله عز وجل أبدا. يعني الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ به الله عز وجل، ظلم العبد لنفسه، وديوان لا يترك منه شيئا وهو المظالم، وأيضا والشرك أيضا لا يتركه أبدا الله عز وجل، والمظالم التي يعني للناس على الناس، هذه سيقتص الله عز وجل منها يوم القيامة كما بينا، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا لا يوجد أسئلة جديدة. إن كان هناك أسئلة لم أقرأها أو لم تظهر لي، الرجاء إعادة نسخها مرة أخرى قبل أن نغلق. لم يبقى إلا 5 دقائق تقريبا على انتهاء البث. أيضا إن كان هناك أسئلة نجيب عليها، وإن لم يكن نتكلم بشيء عن فضائل الصلاة، لأن الصلاة والله من أعظم العبادات، ومن يعني من أعظم أركان الإسلام أيضا. وأيضا يعني فيها الخير كثير الذي يعود على المسلم. وأيضا لا يقبل أي عمل من الإنسان إن كان تارك للصلاة. فالذين يصومون الآن يصومون بيننا وليسمعوني جيدا: يصوم ولا يصلي،
فهذا ما موقف أمام الله عز وجل. فهل يقبل صيامه؟ لا يقبل. لو زكى هل تقبل زكاته؟ لا تقبل. لو تصدق هل تقبل صدقته؟ لا يقبل. ويخرج صدقة الفطر لا تقبل منه. لو حج لا يقبل منه إن كان تارك صلاة. فذلك يعني الحديث كثيرة دلت على أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. فلذلك يعني نراجع أنفسنا ونحافظ على صلاتنا، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأيضا يعني من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإبليس يعني ما كان يسجد ويصلي ويعبد الله عز وجل مع الملائكة، وكان يسمى طاووس الملائكة. ولماذا طرد؟ سجدة واحدة حرمته من كل هذا، ومن الجنة ومن المقربين. فذلك سجدة واحد تكريم لآدم، حرم من يكون من أهل الجنة، وحكم الله جل عليه وعلى ذريته ومن تبعه من الإنس والجن في النار بسبب سجدة واحدة لآدم وليس لله. فهو يؤمن بالله ويخاف الله عز وجل، ولكن سجدة واحدة تكبر بها فحرم من كل ذلك. فذلك إياكم والحرمان، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فذلك الذي لا يصلي لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فرضا، ولا يقبل منه أي عمل صالح. قد يثيب الله جل بدل العمل الصالح في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب. فلذلك ليس له من عمله إلا الجوع والعطش في رمضان إذا صام ولا يصلي. فلذلك فليحذر التارك الصلاة أن ترد جميع أعماله يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم لك الحمد، صائم ما شاء الله، أدي الصيام على أكمل وجه، امتنعت عن الطعام والشراب وبتسحر وبفطر. طب وين؟ اسأل نفسك، هل أنت تصلي؟ تحافظ على صلواتك؟ فإن لم تكن تحافظ على الصلاة فلا يسجل لك صيام، وإنما جوع كجوع الكلاب والعياذ بالله. فلذلك نتكلم عن شيء من هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وعن فضلها وعن أيضا مكانتها في الإسلام، فلعل الله جل أن ينفعنا بها وينفع بها المستمعين جميعا. أولا الصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. والحمد لله أن هناك فئة تجاهد عن أمة الإسلام جميعا، وأسأل الله أن يكتبهم مع المجاهدين ومن الشهداء أيضا، وتقبلهم في الشهداء عنده إنه لذلك هو القادر عليهم. وأيضا تأتي منزل الصلاة بعد الشهادتين لتكون دليلا على صحة الاعتقاد وسلامته. فلذلك بعض الناس يقول لك: أنا مسلم وهنا أبيض، ويعني ما بضرنيش إذا ما صليت أو ما صمت أو كذا، فلذلك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكفى بهذا. يعني هل هذا مسلم؟ حقق الإسلام، حقق أركان الإسلام، وحقق أركان الإيمان؟ هذا لا ينفعه شيء إن لم يعمل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. فذاك العمل سبب في رضا الله عز وجل ودخول الجنة أيضا. فذاك الذي لا يعمل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذي يعمل والذي لا يعمل؟ هذا لا يستويان. فذلك يعني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للصلاة مكان خاصة بين سائر العبادات لمكان فرضيتها. فأين فرضت الصلاة؟ فرضت في ليلة المعراج. كانت قبل ذلك صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الغداء والعشي. فذلك بعد أن فرضت يعني كان مكانتها أن فرضت في السماوات العلى لمكانتها ولأهميتها. كل العبادات فرضت في الأرض ونزل بها الوحي، ولكن الصلاة لأهميتها ومكانتها في الإسلام فرضت في السماء، حتى يبين لنا الله جل يعني عظم هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. فلذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت
دليل أنه في هناك صلوات فاسدة وباطلة من الذي يشرك بالله عز وجل، هذا لا يقبل منه صلاة أيضا. فذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فذلك كل ذنب دون الشرك عسى الله عز وجل أن يغفر. فذلك يجب أن نحقق التوحيد مع العبادات والأركان والأركان الإسلام جميعا، وأيضا أن نكون يعني نلقى الله جل ونحن موحدين، فهنا نكون إن شاء الله تعالى العمل متقبل، وأيضا الصلاة صحيحة، وأيضا ترك الصلاة كما قلنا كفر. ونكمل في الغد لأننا لا نريد أن نطيل عليكم، فإن شاء الله الموضوع شيق، وأيضا في تذكرة لي ولكم إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن ينفعنا بما تكلمنا وما علمنا، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونستودعكم الله الذي إذا استودع شيئا حفظه، ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى، قدر الله لنا اللقاء والبقاء، والسلام عليكم.